السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ النهاردة حلقة جديدة معاكم احمد ميدو. حلقة جديدة هنتكلم فيها على زراعة الشعر الطبيعي. اولا حابب اقول لكم بس يا جماعة، اللي بيتفرج عليا ويستفاد يعمل اشتراك وسبسكرايب للقناة ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم زر جديد، يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله باذن الله النهارده هنتكلم زي ما قلنا على الاسئله اللي كانت دايما بتجيلي، وانا مسجل كده، بحب اسجل كل الاسئله اللي بتجيلي، وبحب اشوف الناس بتتفاعل في ايه وبتتكلم في ايه. وطبعا بيجيلي على الواتس اسئله، طبعا انا بحب دايما اسجلها عشان خاطر اعرف اشتغل واعرف اعمل اجاوب عليها معاكم ان شاء الله باذن الله. النهاردة هنتكلم في طبعا في ناس بتسأل كتير ايه اهم الزيوت واهم الكريمات اللي انا هستخدمها بعد عملية زراعة الشعر الطبيعي، والكريمات المستخدمة قبل عملية زراعة الشعر الطبيعي. وفي سؤال تاني بيقول المراكز المتخصصة في مصر احسن مراكز ايه، وبترشح لنا مراكز ايه والمراكز اللي بره مصر. طبعا زي ما انا قلت قبل كده، المراكز اللي برا مصر احنا طبعا بنتعامل مع دكتور تركي. ده اللي بي ان شاء الله بيبقى مع البيشن او مع الحالة لغاية لما يخلص ان شاء الله بإذن الله، وطبعا بدون تنقلات وبدون طبعا مصاريف بيات او حاجة يعني. طيب السؤال ده اللي بيسأله محمد بيقول لي آه، جربت ازرع، وفي دكتور قال لي ما تزرعش قبل سن معين. هل بيفرق الزراعة قبل سن معين؟ هو الحقيقة ان الزراعة بتفرق في سن، يعني انت مثلا لو عندك 22 23 سنة افضل ان انت ما تزرعش. 22 او 23 او 24 ما تزرعش، تستنى لغاية سن 26 و 28، ده افضل سن للزراعة. لان الزراعة الصلع الوراثي بالذات بياخد وقت طبعا عقبال ما، يعني انت دلوقتي انت بتستنى فترة لغاية لما انت تبدأ الصلع الوراثي عندك يبان. يعني انت 22 23 لسه الصلع الوراثي في بدايته، واظن ان هو 25 وستة وعشرين وسبعة وعشرين وتمانية وعشرين ده سن مناسب لزراعة الشعر يعني. انا افضل كده يعني. تمام. طيب قلنا احنا هنتكلم في ايه بقى؟ الحلقة اللي فاتت قلنا هنتكلم الشعر المزروع. يا ترى الشعر المزروع، يعني واحد يقول لي يا ترى الشعر المزروع ده بيعيش طول العمر؟ هقول له بيعيش طول العمر. طيب هل الشعر اللي حوالين الشعر المزروعي اللي هو الشعر القديم، مش الجديد اللي انت بتزرعه، الشعر القديم ده بيقع مع تقدم العمر ومع فرق السن ولا الكلام ده كله؟ هقول لك مش كل الشعر القديم، مش كل الحالات بيقع. بيقع بس مش في كل الحالات. في حالات بيقع وفي حالات ما بيقعش. يعني عايز اقول لك ان في ناس زرعت بتقنية اقل ونظافة اقل، وشعرها ما كملش 6 شهور ولا 7 شهور لقى التاج وقع، لقى الشعر اللي حوالين الشعر الجديد وقع. فدي بتبقى تقنية ضعيفة، بتبقى نظافة ضعيفة. يعني ما تجيش مثلا تزرع في مركز تحت السلم ب5 آلاف ونص وب4 آلاف ونص، وتقول لي انا عايز شعري يفضل طول العمر. مفيش منه الكلام ده، عشان تبقى عارف يعني. تمام. وبرضو المراكز مش بغلوها، يعني مش بغلوها يقول لك انا بعمل عمليه ب 32 و 33 والكلام ده كله. لا لا لا, لا، مفيش الكلام ده برضو. العمليه بتقنيه الزراعه، بالحالات اللي حضرتك بتشوفها قبل، بالحالات اللي حضرتك بتطلع قدامك، بالحالات اللي انت بتشوفها قدامك، شعر طبيعي ليس توبيك، ليس اس ام بي. حلو الكلام. فانا
عشان خاطر الشعر بتاعي اللي انا زرعه الطبيعي، اسمها كده عملية زراعة شعر طبيعي. فعشان خاطر عملية زراعة شعر الطبيعي تبقى طبيعي وتعيش طول العمر، يبقى لازم تقنية محترمة، لازم تخصص محترم، لازم طبيب يشتغل معاك محترم. غير كده انا ما اضمنلكش حاجة. ده حاجة. الحاجة التانية ان في ناس عندها صلع متجاذر، اللي هو الصلع الوراثي المتجاذر. يعني في دلوقتي واحد مثلا في تانية تالتة ثانوي، وتلاقيه يا عيني شعره بيقع بجزارة، ده الصلع المتجاذر. وده لو عمل عملية في السن ده هتلاقي شعره بيقع تاني، اللي حوالين الشعر الجديد بيقع تاني. فحضرتك انسب سن تستنى فيه هو من اول 26 وانت طالع، ده انسب سن للصلع الوراثي الغير متجذر. اما الصلع المتجذر طبعا ده بيبقى حله في تقنية، في اطباء كويسين، في اطباء يعرفوا يشتغلوا زراعة كويس ومتمرسين فيها. في حالات حضرتك بتشوفها قبل ما تزرع الكلام ده كله. قصة طبعا قصة الوصفات. يعني في حد كده كان على اليوتيوب بيقول هات جرجير وهات بقدونس وهات مش عارف ايه، واخلطهم على بعض مع التوم مع البصل مع الكلام ده كله. الكلام ده كله طبعا كذب في كذب. تمام. يقول لك هات بصل وهات توم وهات جرجير، واخلطهم على بعض في الخلاط مع شوية مية مع مش عارفة ايه وبندرك ايه. طبعا الكلام ده كله لا اساس له من الصحة، والكلام ده كله كذب في كذب. ما بيعملش حاجة غير ان انت بترهق نفسك، وبتضيع مجهودك على الفاضي، وبتضيع كل اللي انت عملته على الفاضي. مفيش وصفات يا جماعة. الناس اللي بتعمل وصفات ده كله كذب في كذب، مفيش الكلام ده. هو بس ما بيستفادش منك غير ان المشاهدة تعلى عنده، والمشاهدة تبقى عنده كتيرة وبس. طبعا انا عايز اوري حضراتكم حاجة كده بسيطة جدا معانا. استنوني بس دقيقتين تلاتة كده وهجيلكم تاني ان شاء الله بإذن الله. دقيقة بس واحدة وهجيلكم تاني. آه، بصوا يا جماعة الخير، طبعا احنا هنا الحاجات اللي انا بستخدمها لشعري بعد الزراعة. طبعا يعني عندك البلو بوكس دوت. طبعا انا بجيبه من صيدلية، مش شرط صيدلية معينة ولا حاجة. انت بتخش صيدلية تقول له انا عايز بلو بوكس او جوز هند، عشان برضو الناس تبقى شايفة وعارفة. بلو باكس ده شكله جوز هند. طبعا احنا قلنا العلبة اللي ايه، اللي بتخبط ده سيرم للشعر. ده بيطر الشعر جدا. يعني بعد ما حضرتك تاخد شاور والكلام ده كله وتحطه على ايدك كده. طبعا انا مش هستخدمه برضه قدامكم اهو. بعد طبعا مش عايز ابوظ التسريحة. تمام. ده كويس جدا بعد الاستحمام او بعد الشاور. تمام. ده المشط المفضل بالنسبة لي. طبعا لما باجي اسرح شعري انا بتعامل ازاي مع شعري المزروع؟ بتعامل طبيعي جدا 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 بمنتهى الرفق ومنتهى اصل في ناس تزرع يا عيني، وبعد ما تزرع تفضل بقى تعمل كده وبتاع وتعمل كده. الكلام ده مفيش منه. حضرتك بتتعامل مع شعرك بمنتهى الرفق ومنتهى الحب، وحب شعرك عشان يحبك. انا دايما بقول الكلام ده. شعرك المزروع دوت يعني أمانة عندك. تمام. وحبه عشان يحبك. استحلي شكلك عشان شكلك يبقى حلو قدامك، قدام نفسك وقدام الناس. تمام. بتتعامل معاه بمنتهى الرفق اهو. منتهى الرفق. عايز اتعامل معاه بايدي، عايز اتعامل معاه بالمشط، عايز اتعامل معاه باي حاجة. طبعا انا بتعامل مع شعري زي ما بتعامل اهو. اهو الدنيا بتبقى جميلة والدنيا بتبقى بسيطة وسهلة.
ما تعقدش الامور، ما تخليش الامور تبقى معقدة بالنسبة لك. اتعامل بمنتهى الذكاء ومنتهى الرفق اهو. طبعا يعني حاجة جميلة جدا ان الواحد يبقى واثق في نفسه، ويبقى واثق في شغله، ويبقى واثق في دايما في ان هو يبقى رقم واحد، وان هو يبقى بيفيد الناس وبيفيد جمهوره وبيفيد الكلام ده كله. زي ما قلنا يعني السؤال دوت طبعا بيجيلي دايما، بيقولوا ان الشعر المزروع بيعيش قد ايه. الشعر المزروع لو انت محافظ عليه، ما بتعملش صبغات فيه، ما بتعملش استشوارات فيه، تعملش الكلام ده كله، هيعيش معاك طول العمر مع المحافظة عليه. مش عايزك تعمل صبغات، مش عايزك تعمل استشوار كتير، الحاجات دي كلها خلاها في المناسبات فقط، لان في ناس زرعت ناس مشهورة جدا زي ما قلت اسامي قبل كده، ومش عايزين نذكر اسامي تاني عشان برضو المحتوى والكلام ده كله. فعايز اقول لك ان في ناس مشهورين وممثلين زرعت شعره بالفعل بقى شعرها حلو، وبعد كده عملوا صبغات وعملوا استشوار كتير في حفلاتهم، ورجع شعرهم تاني، وعملوا اكتر من عملية ورجع شعرهم خف تاني. الشعر القديم طبعا بيشوه الشعر الجديد. فحضرتك بطل صبغات لو العملية نجحت معاك. طيب ازاي انا لو عمليتي ما نجحتش، ازاي اصلح الموضوع؟ هستنى 7 شهور او 8 شهور، وبعد كده هشتغل مع مركز اكون واثق فيه، او حد اكون واثق فيه، او دكتور اكون واثق فيه. بعد ان شاء الله باذن الله لو عمليتك، لو لا قدر الله عمليتك ما نجحتش، حضرتك بتشوف حد شاطر، تشوف حد متخصص تزرع معاه تاني. بس بعد 7 شهور او 8 شهور ناخد الراحة بتاعت المنطقة المنحة، ناخد الريست بتاع الشعر، نلاقي الشعر طلع طبيعي. بعد كده ان شاء الله بنبدأ العملية التانية ان شاء الله. طيب زي ما قلنا طبعا ده السيرم اللي حضرتك بتجيبه برضو من منتجات تجميل او من اي صيدلية عندك. وده البلو باكس بتاعنا اللي احنا بنستخدمه بعد الزراعة، بيتقل الشعراية وبيخلي الشعراية واخدة سمكها الطبيعي وواخدة شكلها الطبيعي بجوزة الهند. ريحته كمان جميلة جدا. حضرتك تستخدم المشتي دوت او المشتي ده لو انت واثق في الزرع بتاعك بتستخدم المشتي ده. مش واثق من الزرع بتاعك بتتعامل معاه برفق بالمشتي اللي زي ده، اللي هو الواسع او الضيق. وربنا ان شاء الله باذن الله ينجح عمليات كل الناس. واللي عايزني انا بكتب رقم هنا، عايزني اساعده في اي حاجه. وطبعا على حسب الاسئله اللي بتجيلي انا هجاوب عليكم وهعمل حلقات عليها باذن الله. وتجار السوشيال ميديا الكدابين بتوع الصبغات، بتوع المراكز الوهميه، بتوع المراكز الكتير الكبيره، بطلوا كدب على الناس. اتقوا الله، اتقوا الله في شغلكم، اتقوا الله في عملكم، عشان ربنا يديكم من وسع ورزق حلال طيب. والسلام عليكم ورحمة الله، واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. شكرا. السلام عليكم.